الدنيا مولعه في عالم الموبايلات، وكل شركه بتحاول تسبق التانيه بخطوه. من ابل لسه بتجرب اول موبايل فولد ليها وتسريبات قويه جدا عن ايفون 17، لسامسونج اللي قربت تكشف عن الفولد 7 واسطورتها الثلاثيه جالاكسي جي فولد، وشركه ناسنج اللي قررت تكسر كل القواعد بشكل موبايل جديد وغريب، ولحد تسريبات بدري بدري عن سامسونج جالاكسي اس 26 الترا. فيلا بينا نعرف تفاصيل عن كل الاخبار دي. اهلا بيكم، معاكم ميجو. شركة ناسنج أعلنت عن موبايل جديد اسمه ناسنج فون 3. الموبايل ده بيسبق ايفون 16 وجالاكسي 25 في حاجات معينة كده، فتعالوا أقول لكم عليها. بعد شهور كتير من التسريبات والتشويقات من كارل باي مؤسس الشركة، ناسنج فون 3 بقى أخيرا رسمي. ورغم إن الموبايل ده لسه نازل جديد، إلا في آراء منقسمة عليه كتير. في ناس شايفة إن الموبايل ده تحفة فنية وإن هو حاجة مختلفة عن باقي الموبايلات، وناس تانية شايفة إن هو موبايل بقى أوفر كده وما بقاش عملي. بس معنى إن يحصل جدال وفي فئات كده على موبايل معين، تعرف إن الشركة دي عرفت تعمل موبايل جريء ومختلف عن التكرار الممل في كل الموبايلات. بص، بالرغم من الايفون 16 وجالاكسي 25 ان هم احسن في الاداء، ناسنج فون 3 سابق الموبايلين دول في حاجه معينه مش موجوده فيهم، وانا شايف ان دي ميزه فريده للشركه ومش موجوده في اي فلاج شيب تاني. من اول ما موبايل ناسنج ظهر كان شكله مختلف، ظهره كده شفاف يوريك ايه اللي موجود جوه الموبايل، وشاشه صغيره كده فوق على اليمين مدوره بتديك معلومات في ظهر الموبايل، ودي حاجه نادره ان احنا نشوفها في الموبايلات. التصميم ده خلاه مختلف ومميز في وسط زحمه الموبايلات اللي تحسها كلها شبه بعض. الناس اللي بتحبه شايفه ان هو تصميم مختلف وجريء من الشركه في ان هي تنزل موبايل بالشكل ده، والناس اللي مش عاجبها شايفه ان ده مجرد استعراض زياده عن اللزوم ملوش اي فايده. انت بتكلمني في موبايل فلاج شيب، يعني انا عايز اداء وكاميرات وبطاريه والحاجات دي. الخلاصه ان ناسنج فون 3 هو مش اقوى موبايل في السوق، بس هو موبايل جريء قدر يعمل حاجه ايفون 16 وجالاكسي 25 ما قدروش يعملوها. والجدل الكبير اللي حوالين الموبايل او الشركه عموما ده معناه ان هم قدموا حاجه فعلا مختلفه. نروح لاخبار سامسونج بقى، والموبايل التري فولد اللي هم قالوا ان هو هيكون عباره عن 3 شاشات في موبايل واحد. موبايل غريب جدا وتصميم مختلف، مش اول مره نشوفه بس نادر ان احنا نشوفه. ده اول موبايل من سامسونج انه يكون ليه شاشتين وبيتقفلوا مرتين. في تسريبات كتير بتقول ان الموبايل ده هيعلنوا عنه في الحدث بتاع سامسونج الجاي اللي هو المفروض خلال كام يوم يعني، واللي هيتعلن فيه كمان عن سامسونج جالاكسي زي فولد 7 وزي فليب 7. لا ومش كده وبس، زي فليب 7 اف اي. التسريبات او الاخبار اللي انتشرت عن الموبايل ده هيكون بشاشه عملاقه بتكون 10 انش، يعني اكبر من الزي فولد 6 اللي كان 7 و6 بوصه، والزي فولد 7 اللي لسه اعلنوا عنه ال 8 و2 بوصه. وده حاسسك ان هو مش مجرد موبايل، ده تابلت وبيتقفل عادي مفيش مشكله. كنا شفنا حاجه زي كده من هواوي اكس تي لو تفتكروا، كان 10 و2 انش، بس سامسونج هتعمل الشاشات بتاعتها كلها بتتقفل لجوه، مش واحده لجوه وواحده لبره زي هواوي. وده معناه ان الموبايل هيحتاج شاشه على الجسم بتاع الموبايل، بس دي حاجه ما عليهاش اي تسريبات ولا اخبار. الجهاز اعلنوا عنه بمعالج سناب دراجون 8 جنريشن 3، وده نفس المعالج اللي اعلنوا عنه في الزي فولد 7 واللي محطوط في الاس 25، وده بيخليه مرشح بقوه قوي ان ممكن يكون في احسن تليفونات في 2025. بس المفاجاه بقى ان الجالاكسي جي فولد ده في كوريا ممكن يوصل ل 4 مليون وين، يعني حوالي 3000 دولار. وللمقارنه الزي فولد 6 نزل بحوالي 1500 دولار هناك، يعني هنا انت بتتكلم في ضعف سعر الفولد العادي اصلا. فهل الموبايل ده يستاهل حاجه زي كده ولا ايه؟ سامسونج ناوي تطرحه في كوريا والصين الاول في اخر 2025، يعني تقدر تقول بين شهر 10 وشهر 12. وكمان البطاريه بتاعت الجهاز ده تقلق شويه، تخيل جهاز 10 انش مع ممكن اضافه شاشه تانية بتكون حوالي 6.5 انش، البطاريه بتاعتها هتكون اقل من 5000 ملي امبير، وده اعتقد رقم قليل جدا في وسط الامكانيات والشاشات والطاقه دي كلها. البطاريه 5000 ملي امبير يعني. الاخبار منتشره ان في ناس بتقول ان سامسونج بتحاول تشغل الناس عن العيوب اللي نزلت في التليفونات الفولد الجديده، بس الحقيقه الانتاج هيكون محدود جدا. ده حاجه هتخليه ان هو دعائي اكتر من ان هو يكون موبايل حقيقي تقدر تستعمله في حياتك اليوميه. ومستني رايكم في التعليقات على الموبايل ده، عن الشكل والسعر وحجم البطاريه بتاعت الموبايل ده. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب الجمال بتاعك يا صديقي. نروح بقى للتسريبات اللي ظهرت بدري بدري عن السامسونج اس 26 الترا، وتسريبات بتقول انها بطاريه اصغر في الحجم بس نفس السعر. ورغم ان لسه بدري على الاعلان عن سامسونج جالاكسي اس 26 الترا، الا ان التسريبات ظهرت بدري بدري من دلوقتي. والتسريبات هنا اللي طلعت ركزت على سعه البطاريه والكاميرات الاساسيه. سامسونج اس 25 الترا كان بيجي بسعه بطاريه 5000 ملي امبير، والتسريبات عن الاس 26 الترا بتقول ان هو برضو 5000 ملي امبير. بس الفرق ان سامسونج زودت كثافه الطاقه في الموبايل ده، فممكن يحطوا عادي البطاريه ل 5000 ملي امبير بس هتكون حجمها اصغر، ودي حاجه ممكن تساعدهم في ان هم يخلوا الموبايل ارفع شويه او يوفروا اي حاجه للتصميم او اضافه للموبايل. كمان في تسريبات بتقول ان الموبايل ده هيكون اسرع في الشحن على الاس 25، فيعني متوقع ان احنا نشوف شحن سريع اعلى من 45 واط، بس الرقم ايه بالظبط لسه ما
اتحددش. الكاميرا الاساسيه في اس 26 الترا هتكون 200 ميجا بكسل زيها زي الاس 25 الترا، بس الحقيقه انه لسه مش معروف هيستخدموا سنسور جديد في الكاميرا دي ولا لا. كده كده الاعلان بتاع الموبايل ده بيكون في شهر واحد من كل سنه، فاكيد هيظهر لنا تسريبات تاني طول الفتره دي. فلو عجبتك فكره الفيديو والاخبار بتاعت التليفونات اكتب لي في الكومنتات واعمل لايك عشان بعد كده انزل لكم حاجات زي كده. ونروح بقى هنا الاخبار بتاعت الايفون. بعد سنين من التسريبات والكلام الكتير عن الايفون فولد، اخيرا جالنا تقرير من دايجي تايمز ان ايفون فولد بقى عنده نسخه تجريبيه، ودخل بالفعل في اختبار مرحله النماذج الاوليه في الشهر اللي فات. والمرحله دي التليفون هيفضل فيها لحد اخر السنه، بعدها هيخش مرحله اسمها اي في تي، ودي مرحله اختبار التحقيق الهندسي. ولو عدى كل الاختبارات دي والدنيا تمام، المفروض ان هم يعلنوا عن الموبايل ده مع ايفون 18 اللي هو المفروض يعني بيعلنوا عنه في شهر 9 2026. واضح ان ابل ريحت قوي في فكره الايفون فولد ده، وهي خدت وقتها زياده عن اللزوم عشان تطلع لنا موبايل مثالي. بس الحقيقه ان الكمال اللي بيدور عليه ابل ممكن يدمر لها المشروع بتاعها في وقت ان السوق بتاع الموبايلات اللي هي بتتقفل دي وخلاص بقى الموضوع بقى قليل جدا. بعد نطه كبيره في 2022 للمبيعات بتاعت التليفونات اللي بتتني، وقفت تقريبا عند 18 مليون جهاز في 2023، وفي 2024 ما حصلش اي احصائيه عن الموبايلات دي. وفي تقارير كتير بتتوقع ان في 2025 برضو الطلب هيكون قليل على الموبايلات دي. سامسونج، هواوي، جوجل كلهم حاسين الموبايلات دي بتضعف في السوق، وانا من رايي ان ابل لازم تنزل بقى في موضوع الفولد ده عشان خلاص السوق بيموت في القصه دي يعني. وده لانها بتعمل حاله تنافسيه قويه بين التليفونات، ودايما هي اللي عليها الضوء. التسريبات اللي معانا عن الموبايل ده وهو بيكون بشاشه 7 و8 انش من سامسونج اولد، وان الكاميرا اللي قدامها تكون تحت الشاشه، ودي حاجه اول مره نشوفها من ابل. فاعتقد الحته دي او التسريب ده مش صادق فيه قوي يعني، بس هو مجرد تسريب. وهتيجي تقول لي طب الفيس اي دي والسنسورات والقصه دي هتكون تحت الشاشه برضه؟ اقول لك لا، هم قايلين الفيس اي دي وموجود تاتش اي دي عادي في الموبايل. السمك بقى والموبايل مقفول هيكون من 9 ل 9.5 مللي، وده حاجه رفيعه جدا. ده غير ان التصميم بتاعها هيكون من التيتانيوم، والمفصله بتاعت الموبايل هتكون من نوع المعدن السائل كده ليكويد ميتال. والخط اللي المفروض بيفصل بين الشاشتين واللي بيحصل عنده المفصله ده المفروض مش هيكون باين قوي. والسعر المتوقع بتاعه هيكون من $2100 ل $2300، سعر قوي. بص، هو محدش منتظر ان ايفون فولد هينزل يغير عالم الفولد. لو طلع كويس وامكانياته كويسه ماشي مفيش مشكله، بس قبل لازم تنزله قبل ما السوق يموت في موضوع الفولد ده. السوق في موضوع الفولد ده محتاج زقه، محتاج تحس انه خلاص ميت، ومحتاج فعلا حد يفوقه، يديله بالقلم ده على وشه يفوقه. بيكسل فولد مكرر، جالاكسي زي فولد 7 محبط، وان بلس اوبن 2 اتلغى اصلا قبل ما ينزل. خلاص انا برايي ان ابل لازم تنزل تليفون في الفئه دي حتى لو مش مثالي، هو مجرد موبايل عادي هيتعامل يعني. هو مش دايما اول نسخه بتبقى احسن نسخه عادي، ما انت عملت الابل فيجن برو والايربودز ماكس الاثنين يعني مبيعاتهم مش قويه قوي يعني. تعالوا نروح بقى للتسريبات بتاعت الايفون 17 اللي نزلت لحد الان. تعالوا نروح بقى للتسريبات بتاعت ايفون 17. ابل خلاص قربت تعلن عن سلسله ايفون 17 في شهر 9 الجاي، وكلنا مستنيين نشوف السلسله دي لان هيكون فيها ايفون 17 اير، هو موبايل رفيع جدا، وده هيكون اول ايفون ابل تعمله رفيع. بس مش كل الناس بتحب الموبايلات الرفيعه، انا نفسي بحب الموبايلات اللي مش مشكله اديني سمك بس اديني بطاريه واديني اداء، انا مش هقعد كل شويه اشحن موبايلي. وفي تسريب منتشر مؤخرا على ايفون 17 برو ماكس، ولو التسريب طلع صح يبقى الدنيا زي الفل قوي في موضوع البطاريه. البطاريه في ايفون 17 برو ماكس هتكون لاول مره 5000 ملي امبير، وده معناه زياده 7% عن ايفون 16 برو ماكس. ابل فعلا مؤخرا بدات تشتغل على موضوع البطاريه وبتغير فكره ان الايفون بطاريته تعبانه وان هي بتخلص على طول. القصه دي الازمه اللي كانت منتشره من زمان عليه. ابل كمان السنه دي بتقدم حاجه جديده قوي وهو ايفون 17 اير، بس الرفع ده طبعا ليه ثمن، هيجي على حساب البطاريه، وان انت هتشيل موبايل بطاريته 2800 ملي امبير، وده طبعا رقم قليل جدا مقارنه بباقي الموبايلات. يعني هتحس ان انت ماسك موبايل حلو وجميل قوي، بس غالبا هتشحنه مرتين في اليوم. وبصراحه انا شخصيا لو هحدث تليفوني الايفون 17 هروح للبرو ماكس، بطاريه اطول، اداء احسن، الموبايل نفسه بيكمل معاك سنين كتير قدام. ولو فعلا ايفون 17 برو ماكس هيكون بطاريته 5000 ملي امبير، ده معناه ان ابل اخيرا لحقت الاندرويد في نقطه هي كانت ضعيفه فيها الصراحه. بس دي كده كل الاخبار اللي معانا النهارده. باكد عليك تاني لو عجبتك السلسله قول لي رايك في الكومنتات، عشان فعلا رايك هيكون مهم في استمرار السلسله دي ولا لا. ما تنساش بقى تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي، سلام.